كل سنة وحضراتكم طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي قدام تيفولي بلازا، وهنتحرك دلوقتي من عند تيفولي بلازا لمصر الجديدة، منطقة الماظة. وكنت حابب ان اوريكم الطريق ونشوفه مع بعضين. منظر الاضاءات الليلية بالليل عندنا في البلد حاجة روعة في الجمال. بيبقى طبعا في اماكن كافيهات واماكن قعدات كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا هنا كده بنعدي على دار الاشارة. دار الاشارة بيقابلنا كده حضرات قدام حضراتكم، وبيقابلنا طريق السويس. الطريق اجباري بياخدنا يمين كده حضرات. احنا لو حابين نطلع على سيتي سنتر الماظة، حابين نطلع على كوبري 4.5، حابين نطلع على السويس، حابين نطلع مدينة الشروق التجمع الدائري، على طول مباشرة كده حضرات مع بعضين. حابين تخشوا الماظة، هنروح واخدين شمال كده، الدخلة الشمال الصغيرة دي حضرتك. احنا هنا كده في الماظة، عند جو باص، وفي هنا شرقاوي الماظة وجو باص. وبكده احنا بنكون خرجنا على طريق الماظة. على يميننا كده سور القوات الجوية. القاعدة الجوية بتاعت الماظة اسمها القاعدة الجوية بتاعت سور القاعات الجوية بتاعت الماظة. بصوا بقى المكان ده، بقى جميل جدا 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 المكان هنا كمان. طبعا يمين هنا طريق العروبة، شمال لو هنلف هنرجع تاني على طريق السويس. الإضاءات الليلية جميلة جدا. طبعا أنا بعتذر عشان في كاميرا بتصور، فلاش وحزام وسرعة واستخدام الهاتف. هنا بص الأماكن كلها بقت مجمعات كافيهات وحاجات جميلة جدا. الكريسماس 23 كده يمين كده يا حضرات، ندخل على المرغني والسبع عماير. حابين نطلع صلاح سالم. من فوق الكوبري اللي هيقابلنا ده يا حضرات دلوقتي، من فوق الكوبري نطلع على شارع المرغني وشارع الثورة. من تحت الكوبري ننزل على شارع النزهة وميدان تريانف. السرعة 60. الكوبري ده بيقطع بينا السبع عماير، بينزلنا على منطقة السبع عماير، وبيقطع بينا النزهة.
شارع النزهة. اول ما بننزل كده من على الكوبري بنقابلنا رادار، كاميرا وحزام. ورادارات بقت في القاهرة كتير وبقت في كل المحافظات، وانا شفت دلوقتي رادارات على الزراعي وعلى الصحراوي وفي كل مكان بقى فيه رادارات. فياريت نلتزم بالسرعة القانونية وبالحزام. طبعا انا لابس اسود، واكتشفت ان في ناس بتقولك ان هي حتى وهي لابسه اسود بيجي لها مخالفات، فربنا يستر على الموضوع ده، عشان بجد الموضوع ده يعني بقى مشكله بالنسبه للرادارات. يعني طبعا هي موجوده وكل حاجه، بس اكتشفت ان الله اعلم بقى الموضوع ده صح ولا غلط. احنا هنا كده من تحت الكوبري، لو احنا حابين نطلع على نفق الثوره، انا بقول لكم ليه كده عشان برضك يا جماعه تحسبا لكل حاجه. انت لو لابس اسود ولا حاجه ممكن تنور نور الصالون، ممكن تظهر الحزام على قد ما تقدر وتبقى ايدك الاتنين على الدركسيون عشان ما تبقاش ماسك الحزام. بص هنا تحت الكباري بقى المناظر تحفه ازاي، حاجات جميله جدا بجد. احلى حاجه في مصر بقى رأس سنه داخل عليك تلاقي البلد كلها اتقلبت كريسماس واعياد، وبصوا حاجات جميله جدا في كل مكان. وبعون الله ان شاء الله هنلف في كل مكان في مصر وهنتفرج على كل حاجه. احنا هنا كده في شارع المرغني. شارع المرغني لو كنا هنكمل كده على طول كده، لو هننزل على نفق الثوره اللي بينزلنا على روكسي ومصر الجديده. ولو حابين نطلع صلاح سالم بنطلع صلاح سالم من هنا يا حضرات. ده شارع صلاح سالم. الإضاءات الليلية. بنك قناة السويس. ده بنك قناة السويس. منظر النخل على الطريق بالإضاءات اللي في النص جميل جدا. احنا هنا كده في شارع صلاح سالم، على يمنا فندق الميريديان. ده فندق الميريديان يا حضرات. لو احنا حابين بقى نطلع على مطار القاهرة بنكمل على طول. حابين نطلع على وسط البلد بنلف ونرجع تاني على وسط البلد. بص رقم 23 2023 حتى على المباني، حاجة جميلة جدا والله يا جماعة. انا حبيت ان انا الف بحضراتكم ونتفرج على البلد بالليل مع الاضاءات الجميله، ونتفرج تكون بردك التكدس المروري قل شويه عشان نعرف نستمتع مع بعض ونتفرج على مش هطول. كده. احنا لفينا من تحت كوبري الجلاء ورجعنا مع حضراتكم تاني في شارع صلاح سالم. لو حابين ندخل على ميدان اسماعيليه بنخش يمين. لو حابين نخش على ميدان صلاح الدين، حابين نروح على روكسي، لو حابين نطلع على ميدان اسماعيليه من هنا يا حضرات، من الشارع ده يمين كده نطلع على ميدان اسماعيليه. وهنا مع حضراتكم بنزيمة موبيل وينزوران. بنزيمة دي يا جماعة مشهورة جدا في صلاح سالم، فيها تجمع شباب. متابعين مع حضراتكم من شارع صلاح سالم، وهخش بحضراتكم دلوقتي على منطقة مصر الجديدة روكسي ومنطقة الكوربة
احنا على يميننا كده بنك قناة السويس. نخش بعد كده حضارات يمين. بصوا عربيات الصرف الصحي هتلاقيها واقفة على ايد حضراتكم اهي، استعدادا لأي أمطار. كان نفسي ابقى عارف اسم المبنى الجميل ده بس صراحة مش عارفه. هنا ده بيت ورد. بيت ورد. الطريق بعد كده حضرات بياخدنا كده على محطة مترو الأهرام. هنا كده محطة مترو الأهرام. وأنا دخلت شمال كده مع حضراتكم على يميننا KFC اللي في الكوربة. احنا دلوقتي هنا في منطقة الكوربة مصر الجديدة. ريد لاين على ايدنا الشمال. شايفين شجرة الكريسماس في كل مكان في البلد. احنا هنا كده في منطقة الكوربة مصر الجديدة. شايفين منظر العماير الجميل. منطقة الكوربة مصر الجديدة. شايفين الاحتفال بالكريسماس في كل مكان ازاي. منظر في غاية الروعة والجمال. مباني مصر الجديدة الجميلة اتحولت لأماكن جميلة جدا للقعدات والاحتفالات برأس السنة الجميل. كل سنة وحضراتكم طيبين. مصر الجديدة وجمال مصر الجديدة ومنطقة الكوربة. احنا هنا كده حضرات على شمالنا سور قصر الاتحادية وعلى يميننا الكوربة. احنا هنا كده حضرات في الكوربة مصر الجديدة. هاخد لكم راوند صغيرة هنا كده في الكوربة نتفرج عليها. انا بصور لحضراتكم الفيديو ده الساعة 1:10. احنا هنا كده في منطقة الكوربة. ده برنسيس كافيه. هنا ميك. مطعم ابو عمار السوري. على شمالنا الناحية التانية هنا بيكون مول الحرية مول، والكنيسة طبعا المعروفة الكبيرة اللي في
كريسماس في كل مكان في القاهرة. الأجواء الليلية الجميلة. احنا هنا كده قدام كافيه برنسس وسوفون، سينما النورماندي. شوارع مصر الجديدة الجميلة، منطقة القرب. هخش بحضراتكم يمين، نخش على روكسي. طبعا الأجواء في مصر بالليل حاجة وبالنهار حاجة، وفي وقت العصر والمغربية حاجة تانية خالص. احنا هنا كده في روكسي. منظر البيوت القديمة الجميلة. من منطقة روكسي مصر الجديدة. حدائق وأعداد جميلة. منطقة كلها محلات. منطقة روكسي الجميلة. هنا سينما روكسي. هنا كده دي سينما روكسي. احنا هنا كده حضارات في شارع الحجاز. احنا هنا كده حضارات في شارع الحجاز. على شمالنا نادي الهوليليدو، وعلى يميننا السينما الحمراء. احنا هنا دلوقتي حضارات في شارع الحجاز. على يميننا مستشفى كيلوباترا، وعلى شمالنا حديقة المنتزه، حديقة الميريلاند. سوري يا جماعة، دي مستشفى كليوباترا، وده سور حديقة الميريلاند من مصر الجديدة شارع الحجاز. هعمل يوترن مع حضراتكم. بيكون على شمالنا كده بص الميريلاند. احنا كده على يميننا سور الميريلاند. يمين لو هنخش كده حضرات هنخش على رويال هاوس، ونخش على سمير ويليام. ولو حابين نطلع على جسر السويس. دي مستشفى كيلوباترا اللي هي مستشفى القاهرة التخصصي. ده مبنى مستشفى القاهرة التخصصي من شارع الحجاز مصر الجديدة، مستشفى القاهرة التخصصي. حديقة الميريلاند، وناخد راوند حوالين حديقة الميريلاند عشان جمهوري الحبيب يستمتع ببلدنا الجميلة. الميريلاند مصر الجديدة. بيكون قدامها الناحية التانية رويال هاوس. ده هنا مبنى H&M. ناخد راوند تاني كده. هنا على يمنا رويال هاوس.
وعلى شمالنا حديقة الميريلاند. حديقة الميريلاند بعد التطوير بقت حكاية يا جماعة من جوه. احنا هنا كده عند بنك ابو ظبي من شارع الحجاز. طلعت تاني كده مع حضراتكم على شمالنا كده السينما الحمراء، وعلى طول كده بقى حضرات لو انا حابب ان اطلع على طبعا عبودي، ده عبودي اللي مشهور جدا 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 في ميدان روكسي هنا. احنا هنا كده حضرات لو حابين نطلع على ابن سندر، كوبري القبة، حابين نروح ميدان العباسية، جامعة عين شمس، حابين نروح على استاد القاهرة، حابين نطلع على رمسيس، اماكن كتير جدا تقدر تستخدمها من هنا. وده هنا فتح برضه مكان جديد اوبن اير. بلدنا قد ايه حلوه وجميله بالليل. احنا قدام كليه تربيه جامعه عين شمس. تحت الكباري بص اتفتح حاجات جميله جدا، اكشاك في كل مكان تحت الكباري. احنا ده كوبري جسر السويس الجديد اللي اتعمل هنا. بص اتفتح البن البرازيلي، اجواء الكريسماس في كل مكان، الاضاءه الليليه رهيبة في البلد، حاجة بجد روعة في الجمال. ده طلعة الكوبري ودي نزلة الكوبري. عربيات نظافة، بس بيقولك السهم خش شمال على عربيات النظافة. كده يا حضرات انا كنت حابب نعمل جولة في بلدنا الجميلة بالليل، نتفرج فيها على بعض. اي مكان حضراتكم حابين تروحوه ما تنسوش تدعموني في القناة، ومتشكر لحضراتكم جدا على دعمكم ليا، واتمنى ان اشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.